السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقوم بتحضير بغيوش ولا قريشلات بطريقه هائله جدا يعني، والنتيجه رائعه. تنحصلوا على قريشلات خفافين هشاشين يعني، وطريقه تحضير جد سهله. فعلى بركه الله غادي نبداو. فكيف ما كتشوفوا في الفيديو انا حطيت جميع المقادير اللي غادي نحتاجو. فغادي ناخذ زلافه ديال الدقيق، طبعا الدقيق من النوعيه الممتازه صالح للحلويات. تقريبا ما يعادل 2 كؤوس ديال العنبه غير مملوءه. فهنا تقريبا يعني في مجموع الدقيق كامل اللي غادي نحتاج غادي نستعمل 6 ديال الكيسان من كؤوس العنبه الغير يعني كؤوس غير مملوءه. فغادي ناخذ ملعقه ديال خميره الخبز كيف ما كتشوفوا، وغادي ناخذ كيس من السكر، ولكن ماشي بنكهه الفاني، بنكهه البرتقال. طبعا ممكن تستعملوا اي نكهه عندكم، الا بغيتوا تستعملوا حتى الفاني فتا هو تيجي مزيان. فهنا خديت كاس او عفوا ملعقه كبيره من ماء الزهر، 2 ديال المعالق من الزنجلان، 2 ديال المعالق من معالق صغيره من النافع، نصف كأس من الزيت. بالنسبه للمنكهات من الزنجلان والنافع فتقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتوا. ثم نصف كأس من السكر الخشن. وغادي نضيف دابا يعني قبصه الملح، لانني غنستعمل حتى الفرماج، ولكن الفرماج ديالي ما مالحش بزاف، داكشي علاش درت قبيصه الملح. فهنا 3 المعالق من الفرماج، ممكن تستعملوا اي فرماج عندكم، فرماج الحمار او موتزاريلا ولا فرماج مكعبات ولا مثلثات، يعني اي نوع متوفر عندكم ممكن تستعملوه. فانا غادي نستعمل بياض بيضه، البياض فقط. وبالنسبه لصفار البيضه فغادي نحتفظ به للتزيين. فلي بغيوش ديالنا كيجيو هائلين ورطابين، والسر الاساسي والمكون الاساسي هو النشا. للاسف الفيديو تقطع وما تكملش التصوير، فانا غادي نستعمل ملعقه من نشا الذره ولا اي نشا او نوعيه نشا عندكم، فهو تيضيف واحد الهشاشه رائعه اللي بغيوش ديالكم. فهنا من بعد ما عجنت يعني اللي بغيوش، للاسف ما قدرش نصور بدايه العجين لان الفيديو تقطع. فضروري انكم تدلكم مزيان العجينه ديالكم وتخليوها ترتاح في بلاصه دافيه حتى كيتضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا في الفيديو. فالحجم ديالها تضاعف. وتستعملوا شويه ديال الزيت باش يعني نحيدوا الفراغات الهواء اللي وسط العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا. فهنا غادي نبدا نشكل في لي بغيوش ديالي. فهنا يعني انا استعملت هذا الحجم، باستطاعتكم تستعملوا حجم اكبر ولا اصغر. فانا استعملت حجم متوسط. تنحاول ان لي بغيوش ديالي يكونوا يعني بحجم موحد. ضروري انكم ديروا يعني واحد المسافه ما بين كل بغيوش، باش يعني من بعد الاختمار وفي الفران ما يتلاصقوش ليكم كيف ما كتشوفوا في الفيديو. فكنستمروا مره كنستعمل شويه الزيت في يدي باش يسهل عليا انني نجمع العجينه ديالي. اهم حاجه يعني بغض النظر على المقادير المضبوطه واستعمال مثلا النشا اللي كيزيد هشاشه الحلويات والمعجنات، فالدلك تيلعب دور كبير. ضروري العجينه ديالكم تدلكوها مزيان حتى تحسوا انها ولات رطبه وان جميع العناصر ديالها امتزجت. فالدليك يعني تيشكل واحد النقطه اساسيه باش جميع المعجنات ديالكم يطلعوا مزيان، ماشي فقط يعني لي بتي بان ولا لي بريوش، وانما الخبز، البطبوط،
المسمان، اي حاجه كتحتاج انها تعجن مزيان. فمني كتعجن تتكون تعجن مزيان وتشدلك، كتجي سهله في التشكيل وكتعطي نتيجه مزيانه. فهنا كيف ما كتشوفوا دزت الطاوه الثانيه ديالي. كنحاول ندير الاحجام متقاربه، البغيوش ديالي يكونوا باحجام متقاربه. هنا من بعد ما خليتهم حتى تقريبا 15 دقيقه في بلاصه دافيه، الحجم ديالهم كيف ما كتشوفوا انتفخ. دابا غادي ندوز نطيبهم يعني على درجه حراره 180، وغنشعل عليهم فقط من التحت. ضروري تشعلوا عليهم فقط من التحت. فقبل انا زينتهم، استعملت صفار البيضه اللي خليت قبيله مع شويه ديال العسل الحر. ممكن تستعملوا يعني في بلاصه العسل تستعملوا نيسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، ولا تستعملوا الحليب. يعني انا هنا استعملت العسل الحر مع البيض، يعني كيعطي واحد المذاق رائع رائع رائع. فكيف ما كتشوفوا اللي بغيوش ديالنا تنفخوا القوام مزيان والعجينه ديالتنا معجونه مزيان. فدابا غادي ندوزو يعني نوضعوهم في الفران كيف ما قلت لكم على درجه حراره 180، ونشعلوا عليهم فقط غير من التحت، نطيبوهم كيف ما كنطيبوا الخبز. فهنا كيف ما تلاحظوا لي بريوش ديالنا جاو خفيفين ورطبين وهشاشين رائعين، والمذاق ممتاز. حتى المذاق ديال نكهه البرتقال حتى هي يعني ضافت واحد لوغو رائع. فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك اشتراك، يعني تشتركوا في القناه ديالي وشي تعليق زوين. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر بوصفه جديده اللي تنال الاعجاب ديالكم. فالى اللقاء.